في الأول ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا عشان نستمر. في زمان الخلفاء العظام اشتهر أبو بكر الباقلاني كعالم جليل وفقيه بارع، له مكانة مرموقة في العقيدة والمناظرة. كان يدافع عن الإسلام بحكمة وبراعة، وكان يرسل في البعثات الرسمية لمجادلة أعداء الدين. في أحد الأيام أرسل الخليفة الباقلاني إلى بلاد الروم ليمثل الإسلام في مجلس ملكهم. كان الملك معروفا بغروره وتحديه للمسلمين، وقد أراد أن يحرج الباقلاني أمام حاشيته. وصل الباقلاني إلى قصر الملك في بلاد الروم بعد رحلة طويلة. عندما وصل، أمر الملك أن يدخل الباقلاني إلى مجلسه من باب قصير جدا، حتى يضطر إلى الانحناء فيظهر وكأنه يسجد للملك. لكن الباقلاني بذكائه وحكمته دخل الباب بظهره حتى لا يظهر أي انحناء، وبذلك أبطل مكيدة الملك. في قاعة العرش الفاخرة جلس الملك محاطا بحاشيته، وكان مصمما على إحراج الباقلاني. بدأ الملك بسؤال قصد به تقليل مكانة النبي محمد. الملك: لماذا تزوج نبيكم محمد من أكثر من امرأة؟ ألا يعتبر ذلك عيبا؟ فأجاب الباقلاني بهدوء وحكمة: الباقلاني: أليس في كتابكم أن نبيكم سليمان كان له 100 زوجة؟ فإن كان هذا لا يعد عيبا في حق سليمان، فلماذا تلومون نبينا؟ صدمت إجابة الباقلاني الملك وحاشيته، فحاول الملك تغيير الموضوع بسؤال آخر. الملك: لماذا لم يحم نبيكم نفسه حين أوذي من قومه؟ فرد الباقلاني مبتسما: الباقلاني: ذلك لأن نبينا كان يثق في حكمة الله وقدره. ولكن أذكرك أن نبيكم عيسى على حسب قولكم لم يحم نفسه أيضا، فلماذا تلومون؟ بعد عدة جولات من المناظرة، أدرك الملك أنه لا يستطيع إحراج الباقلاني، وأن هذا العالم يمثل دينه بحكمة وقوة. رجع الباقلاني إلى بلاده مرفوع الرأس بعدما أظهر حكمة الإسلام وعظمته في وجه أعدائه. الدرس من القصة: قصة الباقلاني تعلمنا أن العلم والحكمة هما أقوى أسلحة في مواجهة التحديات. مرحبا يا أصدقائي، اليوم لدينا قصة شيقة جدا من التاريخ الإسلامي. إنها قصة أول غزوة في الإسلام، غزوة بدر الكبرى التي حدثت في السنة الثانية للهجرة. هل أنتم مستعدون لمعرفة تفاصيل هذه المعركة العظيمة؟ لنبدأ. في زمن بعيد كان النبي محمد وأصحابه يعيشون في المدينة المنورة. كانت مكة تحتل مكانة كبيرة في جزيرة العرب، وكان أهلها قريش يستفيدون من التجارة ويعيشون في غنى ورفاهية. ولكن لم يكونوا يؤمنون بالله ورسوله، وكانوا يحاربون رسول الله ويؤذون مؤمنين جديدين. في فترة من الزمان وفي السنة الثانية للهجرة، سمع النبي بقافلة تجارية تحمل أموالا كثيرا لقريش، وكانت تسير من الشام إلى مكة. فقرر رسول الله أن يخرج ليعترض لهذه القافلة ليحرم قريشا من أموالهم، وليستفاد من هذه الفرصة ليحقق النصر للدين الإسلامي. في ذاك الوقت بعث رسول الله رجلا ليجلب له الأخبار عن حركة قافلة قريش. وعندما علم النبي بمرورها بالقرب من بدر، جمع رسول الله جيشا مكونا من 313 رجلا فقط، وقد ركبوا خيلا قليلة وجمعوا سراجات ليحاربوا قريش. عندما علمت قريش بخروج النبي وأصحابه لاعتراض قافلتهم، قرروا أن يرسلوا جيشا كبيرا لمحاربتهم. فجمعت قريش جيشا قويا قيل أنه ضم حتى 1000 رجل وفيهم فرسان ومشاة. ورسول الله وأصحابه قليلون في عددهم، ولكنهم كانوا محاطين بالإيمان واليقين في نصر الله. قبل المعركة تفقد رسول الله جيشه، وحفز أصحابه على التوحد والجهاد في سبيل الله، وقال لهم:
في الجنة مسكن إن قتلتم في سبيل الله. في هذه الساعة الحرجة قام رسول الله بالدعاء ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنهم فقد أحوجوا إلى نصرك. ومن هنا تجلت معجزات الله. في صباح يوم الجمعة حارب المسلمون قريشا في معركة بدر، وانفجرت المعركة في شدتها. قاتل المسلمون بشجاعة فائقة وبإيمان راسخ في قلوبهم. كانوا يرتقون الرجال ويحتسون حب الله ورسوله. في أثناء المعركة نصر الله المسلمين بالملائكة، ففجأة رأى قريش في سماء المعركة ملائكة تقاتل مع المسلمين، فحارت قريش وصارت تفر من المعركة. وفي النهاية فاز المسلمون نصرا عظيما في غزوة بدر. قتل من قريش عدة من أشرافهم، وأسر المسلمون بعضا منهم. ولما عاد رسول الله وأصحابه إلى المدينة جاءت قريش إلى النبي قائلة: أنتم لم تقتلوا قريشا، بل الله قتلهم. وفي ذاك التنبيه أكد رسول الله لهم أن النصر كان من عند الله، وأن المسلمين لم يفعلوا شيئا إلا في سبيل الله. غزوة بدر لم تكن فقط نصرا في المعركة، بل كانت نصرا للإيمان والصبر على التحديات. إنها لم تكن فقط قصة عن المعركة، بل كانت قصة عن الإيمان بالله واليقين في النصر. إلى هنا تنتهي قصتنا ليوم عن غزوة بدر. تذكروا أيها الأطفال أن الصبر والإيمان هما سبب النصر في كل مسألة في حياتكم. البداية: الأرض المباركة والحاكم العادل في العصور القديمة حكم مصر الملك العادل أوزيرس أو أوزريس في بعض الروايات. كان ملكا محبا لشعبه، ساعيا لإرساء العدل وتعليم شعبه سبل الزراعة والحرف، حتى أصبحت البلاد مصدر القوة والخير. إلى جانبه وقفت زوجته المخلصة إيزيس، الإلهة التي اشتهرت بحكمتها وقوة سحرها. كان زواجهما مرمزا للوفاء والحب، إذ كانت تساعده في حكمه وتتكفل برعاية مصالح الشعب. لكن ست، أخو أوزيريس، كان يخالفه في كل شيء، إذ كان ست مليئا بالحقد والضغينة، يغار من شهرة أخيه ومحبة الناس له. لم يكن ست يحتمل أن يرى أخاه يمجد، فابدأ يخطط للإطاحة به، أملا في حكم مصر وحده. خطة الخيانة ومؤامرة الصندوق لتنفيذ خطته. قرر ست التظاهر بالمحبة، فدعا أخاه أوزيريس إلى وليمة كبيرة في قصره. خلال الحفل أظهر ست صندوقا مذهبا جميلا يتألق بالنقوش والزخرفة، وقال للحضور: هذا الصندوق مصنوع لشخص مميز، ومن يتطابق قياسه معه سأقدمه له كهدية. تسابق الحضور لتجربة الصندوق، ولكنه لم يكن يناسب أحدا. عندما جاء دور أوزيريس دخل الصندوق ليجربه، وإذا بست وأعوانه يغلقون الغطاء بقوة، ثم أحكموا إغلاقه بالمسامير، وحملوا الصندوق ليلقوه في نهر النيل. إيزيس. رحلة البحث عن أوزيريس عندما وصلت الأنباء إلى إيزيس شعرت بصدمة وحزن عميق. لم تستسلم، وقررت أن تبذل كل ما في وسعها للعثور على جسد زوجها. بدأت رحلتها الطويلة والمرهقة بين المدن والمناطق النائية. كانت تسافر في تنكر وتسأل الناس برفق. بعد أشهر طويلة عثرت على الصندوق في دلتا النيل مختبئا بين الأهوار. تجدد الخيانة. خطة ست الثانية عندما أحضرت إيزيس جسد زوجها إلى مصر لدفنه بشكل كريم، علم ست بذلك، فقرر أن يدمر أي أمل لإحياء أوزيريس. هاجم ست المكان الذي كانت تخفي فيه إيزيس الجسد، وقطع الجسد إلى 14 قطعة، ثم وزعها في أرجاء مصر. إيزيس تجمع الجسد مرة أخرى. لم تتوقف إيزيس عند هذه النقطة. بمساعدة أختها نفتيس، وإله الحكمة تحوت، وإله النحت أنوبيس، بدأت في جمع أجزاء جسد زوجها واحدة تلو الأخرى. بعد رحلة شاقة عثرت على كل الأجزاء ما عدا قلبه، إذ أكلته سمكة مقدسة في النيل.
إحياء أوزيريس وولادة حورس استخدمت إيزيس سحر هلدوية لإحياء أوزيريس مؤقتة. خلال هذه الفترة حملت بابنها حورس الذي كان قدرا إلهيا لمحاربة ست. أصبح أوزيريس بعد إحيائه ملك العالم السفلي يحكم الأرواح الطيبة، بينما ترك حورس ليواصل المعركة في العالم العلوي. عندما كبر حورس خاض معركة طويلة وشرسة ضد عمه ست. تميزت المعركة بالذكاء والقوة، إذ كان كل منهما يستخدم الحيل والسحر. في إحدى المعارك فقد حورس عينه اليسرى، ولكنه استطاع استعادتها بعد تدخل تحوت. بالنهاية انتصر حورس وأخذ العرش، فأعاد السلام إلى مصر وأصبح ملكها الجدير. النهاية والمغزى تظهر القصة قيم الحب، الوفاء، والإصرار في مواجهة الشر، كما تعلمنا أن الخير ينتصر دائما رغم كل التحديات. قصة معجزات موسى عليه السلام حسب القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المقدمة: ولادة موسى عليه السلام. ولد موسى بن عمران عليه السلام في مصر في زمن كان فرعون يقتل فيه أبناء بني إسرائيل خوفا من نبوءة تشير إلى أن أحدا من بني إسرائيل سيزيل ملكه، فحفظ الله موسى وأمه، وأوحى إليها أن تضعه في الطوف، صندوق خشبي، ثم تلقيه في النهر، ففعلت، فالتقطه آل فرعون، وأخذته زوجة فرعون آسية، فرحمته وأصبح في قصر فرعون. المعجزة الأولى: العصا التي تحولت إلى ثعبان عندما كبر موسى عليه السلام، أرسله الله إلى فرعون ليهديه إلى عبادة الله وحده. وعندما طلب منه فرعون أن يظهر له معجزة، أمره الله أن يضع عصاه على الأرض، وعندما فعل ذلك تحولت العصا إلى ثعبان عظيم يبتلع ما ألقاه السحرة من حبال وعصي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. القصص 31. المعجزة الثانية: اليد البيضاء. طلب فرعون من موسى عليه السلام أن يظهر له معجزة أخرى، فأمر الله موسى أن يضع يده في جيبه، وعندما أخرجها كانت بيضاء ومتوهجة، فزع فرعون وقال إنها سحر. قال الله تعالى: وضممت يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. القصص 32. المعجزة الثالثة: انشقاق البحر. عندما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر، تبعهم فرعون وجنوده، فوقفوا أمام البحر الأحمر، فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فانشق البحر إلى 12 طريقا، وأصبح كل طريق كالجبل العظيم، فعبر بنو إسرائيل في أمان. وعندما حاول فرعون وجنوده عبور البحر، عاد البحر إلى حاله، فغرقوا جميعا. قال الله تعالى: ففجرنا البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. الشعراء 63. المعجزة الرابعة: نزول المن والسلوى بعد الخروج من مصر. واجه بني إسرائيل صعوبة في الحصول على الطعام في الصحراء، فأمر الله موسى أن يدعو الله لينزل عليهم المن، طعام حلو يشبه العسل، والسلوى طائر يشبه السمان. قال الله تعالى: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. البقرة 57. المعجزة الخامسة: ضرب الحجر لتفجير الماء في أثناء سفرهم في الصحراء، عطش بني إسرائيل، فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه الحجر، ففجر الله من الحجر 12 عينا ليشرب منها كل سبط من بني إسرائيل. قال الله تعالى: فضرب بعصاه الحجر فانفجرت. ولد الإسكندر الثالث المعروف بالإسكندر الأكبر في عام 356 قبل الميلاد في مدينة بيلا، عاصمة مملكة مقدونية. كان والده الملك فيليبوس الثاني أحد أعظم ملوك مقدونيا، ووالدته الملكة أوليمبياس التي زعمت أنها أصل نسبها يمتد إلى الآلهة، مما غرس في نفسه شعورا بالعظمة والطموح. تعلم الإسكندر منذ صغره الفروسية واستخدام السلاح، كما كان تلميذا للفيلسوف الشهير أرسطو الذي علمه الفلسفة، العلوم، ومبادئ الحكم. في عام 336 قبل الميلاد تعرض والده فيليبوس الثاني للاغتيال، فتولى الإسكندر العرش وهو في 20 من عمره. مع أنه كان شابا صغيرا،
إلا أنه أظهر قدرات عسكرية وإدارية هائلة. أول تحد واجهه كان إخماد الثورات الداخلية في مقدونيا واليونان، ثم أكمل مسيرة والده في السيطرة على المدن اليونانية. بعد توحيده لليونان، وجه الإسكندر جيوشه لغزو الإمبراطورية الفارسية، وكانت أحد أكبر الإمبراطوريات في ذلك الوقت. معركة جرانيكوس 334 قبل الميلاد كانت أول معركة بين قوات الإسكندر والفرس، واستطاع فيها التغلب عليهم بسرعة. معركة إيسوس 333 قبل الميلاد واجه فيها الملك الفارسي داريوس الثالث، وحقق نصرا كبيرا مما أجبر داريوس على الهروب. غزو مصر 332 قبل الميلاد دخل الإسكندر مصر دون قتال، وأعلن فيها كملك ومحرر. أسس مدينة الإسكندرية التي أصبحت مركزا للعلم والثقافة. في عام 331 قبل الميلاد خاض الإسكندر معركة غوغاميلا، وكانت إحدى أكبر المعارك في تاريخه. هزم بها الفرس نهائيا، وسيطر على باقي أراضي الإمبراطورية الفارسية بما فيها بابل وسوسا وبيرسيبوليس. بعد سيطرته على الفرس قاد الإسكندر جيوشه إلى الهند، حيث خاض معارك شرسة ضد الحكام المحليين، مثل معركة نهر هيداسبيس 36 قبل الميلاد. رغب الإسكندر في مواصلة التوسع، ولكن جنوده أنهكهم الطريق، فقرر العودة إلى بابل. في عام 323 قبل الميلاد توفي الإسكندر في مدينة بابل عن عمر يناهز 32 عاما. تبقى أسباب وفاته غامضة، بين من يقول إنه توفي بحمى، ومن يزعم أنه تعرض للتسميم. يعتبر سندباد البحري شخصية خيالية من قصص ألف ليلة وليلة، وهو بحار مغامر من بغداد، وقد عرفت قصصه بأنها مليئة بالتشويق والمغامرة. تدور أحداثها حول مغامراته في البحار والمحيطات مع مجموعة من الأصدقاء في سعيه لاكتشاف العالم، محاربا الكائنات الغريبة والمخاطر التي تواجهه. بدأت مغامرات سندباد عندما كان يعمل تاجرا في بغداد. في إحدى رحلاته التجارية ركب السفينة مع طاقم من البحارة، وبعد أن أبحروا في البحر وقعوا في جزيرة غريبة ظنوا أنها مأهولة بالسكان، لكنهم اكتشفوا أنها جزيرة ضخمة تطفو على سطح البحر. وعندما اقتربوا منها اكتشفوا أن الجزيرة كانت عبارة عن وحش بحري ضخم يغطس ويطفو. فر البحارة، لكن سندباد استطاع النجاة بفضل شجاعته. في مغامرته الثانية وصل سندباد إلى جزيرة تقطنها طيور عملاقة، كان طائر يسمى الرخ. حاول البحارة الهروب من الطائر، لكن الطائر التقط السفينة وسحبها إلى عشه. استخدم سندباد ذكاءه وألقى بنفسه في البحر بعد أن تم تدمير السفينة، ونجا هو وطاقمه. كانت هذه المغامرة واحدة من أكثر مغامراته إثارة. في مغامرة أخرى ركب سندباد سفينة جديدة بعد أن تضررت سفينته السابقة. وصل إلى جزيرة غريبة كان يسكنها أفيال عملاقة، وعاش فيها سكان غريبون يعبدون هذه الأفيال. وقع سندباد في أسر هؤلاء السكان، وعاش معهم لفترة من الزمن، إلى أن اكتشف وسيلة للهروب بعد أن تآمر مع بعض السكان على الهرب باستخدام الأفيال. في مغامرته الرابعة كان سندباد وطاقمه قد وصلوا إلى جزيرة غريبة مليئة بالزواحف الضخمة. كانت الجزيرة مليئة بمخاطر الزواحف التي تهاجم السفن. قام سندباد بإنقاذ طاقمه من الهجوم، ولكن في النهاية سرعان ما اكتشف أن الجزيرة كانت مليئة بالكنوز التي دفنها البحارة القدامى. جمع سندباد بعضا من الكنوز ثم أكمل رحلته. بعد أن خاض سندباد العديد من المغامرات قرر العودة إلى بغداد، لكنه كان قد اكتسب الكثير من الحكمة والثراء جراء تجاربه العديدة، وعاد إلى وطنه حيث استقبله أهل بغداد بالبراح والاحتفاء. وعاش سندباد بقية أيامه في راحة. تعد مغامرات سندباد البحري مثالاً على شجاعة الإنسان في مواجهة المجهول وقدرته على التحدي. ورغم ما مر به من مصاعب ومخاطر، فإنه خرج منها منتصراً بفضل ذكائه وشجاعته، ليظل واحداً من أشهر الشخصيات الأدبية في التاريخ العربي. قصة صلاح الدين الأيوبي. ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب في عام 1137 ميلادياً في مدينة تكريت بالعراق. كانت أسرته كردية الأصل،
وتنحدر من قبيلة روادية. نشأ في بيت علم وجهاد، فتعلم الفقه، العلوم، وفنون الحرب منذ صغره. انتقل مع أسرته إلى الموصل، ومن ثم إلى دمشق، حيث خدم والده نجم الدين أيوب في جيش حاكم دمشق. في عام 1162 مصر أرسل نور الدين زنكي جيشا لدفاع مصر عن هجمات الصليبيين، وكان صلاح الدين في معهدة الجيش. بعد وفاة قائد الجيش تولى صلاح الدين القيادة، وأثبت كفاءته في دحر الصليبيين. في عام 1171 ميلادية أعلن صلاح الدين نهاية الدولة الفاطمية في مصر، وأعلن الولاء للخلافة العباسية، مما وحد المشرق الإسلامي. بعد وفاة نور الدين زنكي في عام 1174 ميلادية بدأ صلاح الدين في توحيد الشام ومصر. استطاع بحنكته السياسية وقدراته العسكرية أن يوحد المسلمين تحت رايته، مهيئا لمواجهة الصليبيين. في عام 1197 ميلادي جمع صلاح الدين جيوشه لمواجهة الصليبيين في معركة حطين. كانت معركة فاصلة، حيث أنجز فيها نصرا كبيرا، وأسر أكثر من 20,000 جندي صليبي. بعد حطين تقدم صلاح الدين لتحرير القدس، وفي عام 1287 ميلادي دخل القدس، منهيا 88 عاما من الاحتلال الصليبي. في عام 1189 ميلادي أطلق الأوروبيون الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. دارت بينهم معارك عديدة، أبرزها معركة أرسوف. على الرغم من قوة الجيش الصليبي لم يستطيعوا استعادة القدس، فتم توقيع معاهدة الرملة في عام 1292، والتي سمحت للمسلمين بالبقاء في القدس مع سماح الحجاج المسيحيين بزيارتها. في عام 1293 ميلادي توفي صلاح الدين في دمشق عن عمر يناهز 50 و15 عاما. توفي وهو لا يملك في خزائنه شيئا، حيث أنفق كل ماله في خدمة الجهاد والمسلمين. ترك صلاح الدين إرثا عظيما، فقد كان قدوة في الشجاعة، التقوى، والتسامح. كان يعامل أعداءه بالرحمة، ونال احترام المسلمين والمسيحيين على حد سواء. قصة أليس في أرض العجائب في يوم صيفي جميل، كانت الفتاة الصغيرة أليس تجلس تحت شجرة مع أختها. كانت أختها تقرأ كتابة، أما أليس فشعرت بالملل وأخذت تتخيل أشياء غريبة. فجأة لاحظت أرنبا أبيض يرتدي بدلة ويحمل ساعة جيب. قال الأرنب: أنا متأخر، أنا متأخر. فشعرت أليس بالفضول وتبعت الأرنب إلى جحره. عندما دخلت الجحر وجدت نفسها تسقط في نفق عميق جدا. السقوط إلى أرض العجائب بعد سقوطها الطويل. وصلت أليس إلى غرفة غريبة مليئة بالأبواب. لاحظت طاولة صغيرة فوقها زجاجة كتب عليها: اشربيني. عندما شربت أليس من الزجاجة صغر حجمها حتى أصبحت صغيرة كفيئة، ثم وجدت مفتاحا فتح لها بابا إلى عالم عجيب. لقاء الشخصيات الغريبة في أرض العجائب. قابلت أليس مخلوقات غريبة مثل: 1. الأرنب الأبيض، كان دائما في عجلة من أمره. اليرقة الزرقاء، كان يجلس فوق فطرا ويودخن النرجيلة، وسأل أليس من تكون. 4. القط شيشاير، قط غريب له ابتسامة دائمة، ويستطيع أن يختفي ويظهر كما يشاء. قال لأليس: كل من هنا مجنونون حتى أنت. 5. صانع القبعات المجنون، كان يقيم حفلا شايا مع أصدقائه ولا يتوقف عن قول أشياء غريبة. ملكة القلوب الشريرة، وصلت أليس أخيرا إلى قصر ملكة القلوب، التي كانت ملكة شريرة وعرفت بغضبها السريع. كانت تأمر بقطع رأس كل من يخالفها. شاركت أليس في لعبة الكريكيت مع الملكة، ولكنها أثارت غضبها بعد أن قالت لها إنها لا تخاف منها. المحاكمة والهروب في النهاية
وضعت أليس في محاكمة غريبة، وتم استدعاء كل الشخصيات التي قابلتها. أثناء المحاكمة قامت أليسا بالدفاع عن نفسها، وقالت للملكة: أنت لست سوى ورقة لعب. عندما قالت هذه الكلمة بدأ كل شيء في أرض العجائب ينهار، ووجدت أليس نفسها مجددا تحت الشجرة مع أختها. النهاية